أكبر. أصبحنا على نعمة الإسلام فله الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. على بركة الله نفتتح رسميا لقاءنا بما تيسر من القرآن مع الأخ ميلاد البناني. أخ ميلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. والآن مع النشيد الوطني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي مرة أخرى في هذه السنة الحميدة والتي نراها ضرورية، سنة التواصل مع إخوتنا أنصار ومنخرطي الحركة في حمام الأنف في كل المحطات الكبرى التي تعيشها البلاد والتي تعيشها الحركة بالضرورة. التقينا ونلتقي في هذه اللحظة الفارقة أيضا من تاريخ تونس، والحركة فيها علامة في هذا الوطن، علامة نعم واضحة بينة. الواقع جديد واللحظة جديدة ومتطلباتها أيضا جديدة. نحن أين منها؟ حركة النهضة أين منها؟ حزب حركة النهضة أين من ذلك؟ خرجت حركة النهضة من الحكومة نعم، ولكن أين محلها من الحكم؟ أين محلها من المعارضة؟ أين محلها من قضايا المجتمع واستحقاقات الثورة؟ هل هي ذاتها طبيعة العمل أم تتغير بتغير هذا الواقع؟ جملة من الأسئلة الحارقة والتي تبادر أذهاننا وتخاطرنا. الأخ الكريم دعوناه الأخ محمد بن سالم ضيفنا، نرحب به مجددا، سيجيبنا عن هذه الأسئلة التي تتعامل فينا والتي تختلج في أذهاننا. لا أطيل عليكم، فقط أقول إننا نلتقي هذا اليوم وسنلتقي إن شاء الله في مواعيد أخرى لتباين لنقف عند نفس الهدف ونفس السبيل التي نريدها ونريد من خلالها مرضاة ربنا سبحانه وتعالى. دعوا الأخ الكريم يخاطبكم أو عن طريق الأخت أولا حتى تعرفنا بمن هو أخونا محمد بن سالم. غني عن التعريف، ولكن للتعريف دور أختنا، تفضلي. شكرا. نعيد الترحيب بضيفنا الأخ محمد بن سالم. ولد ضيفنا سنة 1953 بمنطقة الزريبة بولاية زغوان، متحصل على شهادة مهندس أشغال مدرس وشهادة من المدرسة العليا للمياه بستراسبورغ بفرنسا، وأيضا يشغل خطة مهندس وأول مدرس بالمدرسة العليا للفلاحة. ضيفنا اليوم هو عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة وعضو مجلس الشورى وناصب في جمعية التضامن التونسي بفرنسا. كان وزيرا للفلاحة في حكومة السيد حماد الجبالي ثم في حكومة السيد علي العريض. أشرف على وزارة الفلاحة لمدة 2 وهذا دليل على نجاحه المهم. لقد شهدت هذه الوزارة شهدت الاستثمارات الفلاحية لسنة 2013 نسبة 13%، وبلغت نسبة التزود بالماء الصالح للشراب 95% سنة 2013 مقابل 93.4% سنة 2012. كما تطور الإنتاج بنسبة عالية في كثير من القطاعات في منتوجات الحبوب والألبان، وفي إنتاج الزيتون الذي تطور بنسبة 22%، واللحوم البيضاء بنسبة 10%، وعلى مستوى الصيد البحري. فشرعت الوزارة في إصلاحات بميناء بنزرت، كما انطلقت الوزارة في بعث عدة مشاريع تنمية فلاحية زراعية لعدة ولايات داخلية، ولا ننسى الإصلاحات الإدارية والهيكلية. وهذا قليل من كثير يذكره لنا الأخ والسيد والمهندس والوزير السابق للفلاحة الأخ محمد بن سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من يقولون فيفعلون ويفعلون فيخلصون ويخلصون فيقبلون برحمة منك وفضل يا أرحم الراحمين. الإخوة الأكارم، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله. أولا نشكر الإخوة على الدعوة الكريمة. احنا تو لنا فاضيين شغل، يعني قبل كان الواحد يخدم 14 ساعة في النهار، فالآن الحمد لله يعني أقل بكثير خاصة في المدة هذه، ولكن إن شاء الله معاملين على ربي باش نشمر كذلك ونكثف من 40 دقيقة إن شاء الله.
نكثف من زيارات الإخوة في أماكن عديدة، وطبعا نلبي الدعوات اللي تجينا من مختلف الجهات إن شاء الله. احنا اخواني كثير من الاخوه دائما يتساءلوا اذا كان الحركه بخروجها من السلطه اخذت قرار صائب والا، فما خشيه، فما تساؤل دائما اذا كان فعلا عملنا بالراي كما يقولوا واخذنا القرار الصائب، اذا حققنا اهدافنا والا كما يقول البعض انه هم اللي حققوا اهدافهم وهما اللي وصلوا المبتغى. أنا أقول باش نحكم على هذا الموضوع ونجاوب على هذا السؤال بموضوعية يلزمنا نتذكر شنو هي الأهداف اللي معناها حددها الطرف المقابل، ونشوفوا إذا الطرف المقابل حقق أهدافه وإلا وش هي الأهداف اللي إحنا معناها حددناها، ونشوفوا إذا حققنا الأهداف اللي إحنا حددناها. إذن المسألة لازمها تكون ماهوش حكم هكذا عاطفي بنرجسية إحنا ما قصرناش على كذا، ولكن نشوفوا شنو هي الأهداف نتاع كل واحد. أنا في بالي نزلتوا تتذكروا أنه المعارضة وقت اللي بدأت الأزمة، وفي الحقيقة هي مش أزمة واحدة، أنتم تتذكروا من العامين وشهر وشوية اللي شديناهم في الحكومة، قليل الأسبوع اللي يمر وما تصيرش أزمة. كان فيه احنا نتذكر فما شكون يقول أنه 20 مارس 2012 احنا شدينا في 26 ديسمبر أنه في 20 مارس باش تسقط الحكومة، يعني 3 شهور. فما شكون اللي يتكلم على فشل الحكومة قبل ما تبدأ أصلا، فهمني؟ فبالتالي أنا نقول نتذكروا قداش من مرة حدوا مواعيد أعلنوها ساعات في وسائل الإعلام على إسقاط الحكومة كما قلت لكم بداية من 3 شهور الأولى. وقت اللي كانوا يحكيوا على إسقاط الحكومة هم في الحقيقة كانوا يحكيوا على أنهم هما مش يحلوا مكان، بما أنهم يحكيوا على حكومة فاشلة وبالتالي يلزم يجيوا ناس معناها يدعيوا أنهم قادرين باش يحلوا مشاكل البلاد. إذن الأهداف اللي حدوها لأنفسهم هي طبعا قوم خلي بلاصتك، يعني هما على أساس يشدوا بلاصة الناس اللي انتخبهم الشعب التونسي. إذن هذا الهدف نتاع المعارضة وقت اللي قام. صحيح للأسف الشديد صارت أحداث كبيرة من البداية، يعني كانت أحداث مفتعلة، ولكن بعد بالاغتيالات السياسية للأسف حتى في ديمقراطيات عريقة وقت اللي يتم صحيح مش بالضرورة كل يصير اغتيال سياسي تسقط حكومة، ولكن احنا طبعا الهدف الأساسي باش ما نضيعش معناها اتجاه المسألة هو أنه احنا شنو أهدافنا. إذا لازم نعمل مقابلة بين أهدافهم هما أهدافهم إسقاط الحكومة ويشدوا بلاصتها، هذا اللي أعنوه بوضوح تام بدون أي خجل. والأهداف متاعنا هي أنه نحطوا البلاد على طريق الديمقراطية ونعملوا دستور للبلاد ونوصلوا للانتخابات. إذا احنا وقت اللي حددنا الأهداف هذايا، احنا وقت اللي لقينا أنه الوصول للانتخابات بحكم أنه الطرف المقابل كان خايف فعلا من الانتخابات هذه وكان سبيله للوصول للسلطة هو الفوضى وهو الانقلاب، احنا قلنا يلزم نوصل للانتخابات بشكل انتخابات، نقول انتخابات يعني انتخابات نزيهة، انتخابات يشارك فيها مش الجميع ولكن يشارك فيها الأغلبية، طبعا ماذا بينا يشارك فيها الجميع، وبالتالي يلزم كل التعلات اللي باش يلقاوها باش ما يدخلوش الانتخابات لأنهم ما عندهم حتى أمل باش ينجحوا في الانتخابات هذه، يلزمنا نسحبها، يلزمنا نحي كل التعلات. وبالتالي احنا قلنا لهم بعد ما صار الاغتيال الأول والاغتيال الثاني، احنا شرطنا باش نوصل للانتخابات هو انه تتزامن مسألة استقالة الحكومة. إذا استقالة الحكومة ولا مطلب تقريب عام غير الترويكا، وحتى جانب من الترويكا كما تعرفوا كان يميل كذلك ل معناها انحاز شيئا ما
لرأي المعارضة، إذا إحنا قلنا لهم لا سبيل. أولا لأنه وقت اللي تمشي الحكومة هذه تجي حكومة منحازة، تجي حكومة من المعارضة، هذا لا سبيل إليه. لازم تكون حكومة محايدة وما تكونش فيها أي عنصر معادي لأي طرف كان. هذا الشرط الأول. ولكن الشرط الثاني الأهم ربما هو أنه يلزم يكون فيه تلازم. التلازم شو معناه؟ معناها يلزم يكون فيه هيئة عليا للانتخابات، ويلزم خاصة يكون فيه دستور. وهذا كما تشوفوا ما كانش وقتها مطلب سهل المنال، لأنه جماعة كانوا مزروبين. فبالتالي احنا قلنا هذا لا سبيل إليه. واحنا تونس طبعا بعضهم يهدد بالوضع في مصر وما إلى ذلك، واحنا قراءتنا الواقع تقول أنه احنا أبعد ما يكون عن الوضع المصري، واحنا بلادنا نحبها توصل بالتوافق. احنا عندنا جيش وطني، جيش جمهوري ما عندوش لم يشتغل بالسياسة اطلاقا، في حين الجيش المصري كما تعرفوا ما خرج من السلطة من 52 إلى يوم الناس هذا إلا في الفترة الوجيزة اللي ما تجاوز السنة اللي حكم فيها الرئيس المنتخب الرئيس مرسي. فبالتالي المقارنة ما كانتش في محلها. ولكن إذا احنا الهدف كان هو الوصول للانتخابات، وتقديرنا كان إذا نصر عن حكومة فما صعوبة كبيرة أن نوصل لكتابة الدستور. وبالتالي خيرنا، والهدف كان هو أن نحط البلاد على سكة ديمقراطية، أن نكتب دستور، أن يقع اختيار هيئة عليا مستقلة للانتخابات قبل ما تقع استقالة الحكومة. واستقالة الحكومة قلناها لهم في البداية ما تجي إلا في إطار واحد، موش على أساس أنه فشل. والدليل أنا مش نعطيكم أرقام اللي الظهر فعلا ما فمش فشل إطلاقا. وعلى كل حال ما نجمش المعارضة تكون الخصم والحكم في نفس الوقت. مش من حقها هي باش تقول الحكومة هذه كانت فاشلة وإلا ناجحة، بل من حق الشعب التونسي اللي كلفها باش يقول إذا كان العمل اللي قام به الحكومة هذه معناها يتكتب في إطار الفشل ولا في إطار النجاح. فإذا قلنا إحنا انسحاب الحكومة ما يكون إلا في إطار واحد، هو إعطاء مزيد من الضمانات باش الناس الكل تدخل للانتخابات، أو جل الأحزاب تدخل الانتخابات بدون ما تقول إحنا ما عندناش ضمانات كافية باش ندخل الانتخابات. إذا العنصر الأساسي تقدر تقول والأهم اللي خلانا نقول الأهم قبل المهم، الانتخابات قبل البقاء في الحكومة حتى الوقت الانتخابات، كي نحطوهم في الميزان نلقاو الانتخابات أهم من بقاء الحكومة حتى الانتخابات. وبالتالي احنا قلنا استقالة الحكومة ما تجي إلا في هذا الإطار الوحيد، هو إعطاء مزيد للضمانات وسحب كل ما يمكن أن يتعلوا به باش ما يدخلوش انتخابات. وانتم تعرفوا إذا كان صارت انتخابات وثلاثة أربعة أحزاب ما تدخلش فيها، ما نقدرش نقول هي انتخابات نزيهة وشفافة. حتى ولو هالثلاثة أربعة هذوما اللي ما دخلوش انتخابات هما لأنهم موش خايفين من أنها ما تكون الشفافة، ولكن في الحقيقة هما ما عندهمش معناها ثقة في أنفسهم باش يواجهوا الحكم الشعبي وباش يواجهوا الشعب التونسي، لأنه في الأخير ما قدموش حاجات تذكر على مستوى السياسي، على مستوى المقترحات. ولكن رغم ذلك احنا ما نعتبرش أنه انتخابات ما يدخلش فيها الأغلبية العظمى نتاع الأحزاب ما نقدرش نقول هي انتخابات جيدة. واحنا نحب نحط بلادنا على سكة الديمقراطية وسكة الحرية. فبالتالي احنا أهدافنا كانت الوصول إلى كتاب الدستور، الوصول إلى هيئة عليا مستقلة للانتخابات، والوصول إلى حكومة انتخابات احنا سميناها كذلك. هم طبعا رفضوا التسمية هذه، ولكن من حيث الواقع هي كذلك.
لأنه في 9 شهور ولا عام مش ممكن حكومة تعمل حاجة كبيرة، وفي الأخير إذا الحكومة هذه مش تنجح مش وقت اللي مش تخدم البطالة لأنه يصعب في عام تعمل حاجة كبيرة، ولكن تنجح الحكومة هذه وقت اللي تنظم لنا انتخابات شفافة، وقت اللي تعمل جو ملائم لإنجاح الانتخابات. فبالتالي احنا نعتبر أنه الأهداف اللي حققناها هي حكومة انتخابات، حكومة مستقلة، حكومة محايدة، وهذا أظن أنه نجحنا في ذلك. وهكم شفتوا، وهنا ربما نفتح قوس الأخلاق في السياسة، شفتوا كيفاش فما سقوط أخلاقي كبير للطرف المقابل وقت اللي كانوا يقترحوا علينا رئيس حكومة اللي هو سي محمد الناصر، وإحنا ما عندنا شيء ضده، ولكن رجل يعني على كل حال محترم، ولكن اللي ما كانش محترم هو أنه يقدموه على أنه رجل مستقل وأنه ما عندوش حتى انتماء، ومن بعد مش فقط نلقاو عنده بطاقة ولا ثاني ولا نائب رئيس حزب نيدا تونس، وهذا نعتبره في الحقيقة سقوط أخلاقي كبير. وتقدر تقول معناها الشيء المؤتاه لا يستغرب، لأنه للأسف الشديد فما ناس تعتبر السياسة طبلعيت، السياسة معناها الشطارة، والشطارة عندهم هو كيفاش معناها توصل المبتغى بطريقة ميكيافيلية بدون أي اعتبار للأخلاق، بدون أي اعتبار، لأنه فما مصداقية، ومصداقية الأحزاب هي من احترامها لشعوبها. وقت اللي أحزاب ما تحترمش شعوبها، وإحنا نعرفوا معناها كيفاش كانوا في النظام السابق يتعاملوا مع شعبهم، كيفاش كانوا معناها رأيهم في شعبهم. واحنا نذكروا الكلمة الشهيرة في التلفزة وقت اللي قال الشعب التونسي كيما القصبة بجنب الواد، معناها قال قائل منهم انه كيما الشعب التونسي كي القصبة وقت اللي يجي الماء تتمد وبعد تقوم، يعني يعتبروا انه الشعب التونسي امعة، ونساو انه الشعب هذا عمل ثورة عظيمة وكانت مثال في العالم لحد الآن. وحتى في وول ستريت كانوا يناديوا بنفس الكلمة اللي نادى بها الشعب التونسي، الشعب يريد، وقالوها مش بالانجليزي، كانوا ينادوا بها باللغة العربية، الشعب يريد، معناها الشعب عندما يريد شيء فيوصل إلى مبتغى. إذا قلت مسألة الأخلاق في السياسة للأسف الشديد كنت نتمنى أن وسائل الإعلام متاعنا بالمناسبة هذه متاع السقوط الأخلاقي اللي حصل أمام التوانسة الكل، كنت نتمنى أن وسائل الإعلام يعملوا برامج طويلة وعريضة باش يرسخوا مسألة ومعنى الأخلاق في السياسة. وهذايا للأسف ما حصل منه بعض الشيء، ولكن باحتشام شديد. وكنت نتمنى أنه يصير ديبا، يصير نقاش في البلاد، هل السياسة يلزمها تكون تخضع إلى حدود معقولة من الأخلاق، وإلا السياسة كما ساعات في المخيل الشعبي السياسة هي معناها مراوغة، والسياسة هي تبلفيت. فللأسف الشديد هل الحوار هذا ما حصلش في بلادنا، واحنا نأسف لذلك. إذا قلت إخواني، عندما نشوف الحكومة ورئيسها والحوار اللي يحصل حولها وأنها حكومة فعلا محايدة، مش بالضرورة احنا راضين على كل عناصرها، ولكن عموما جلوبالمون يقولوا الفرنسيس، جلوبالمون هي حكومة مقبولة. السيد مهدي جمعة كان في حكومة السيد علي العرايض، وهو كان في الحكومة هذه مش لأنه ينتمي لأي حزب، ولكن لأنه رجل مستقل، رجل تكنوقراط، كذلك اختار الناس اللي معاه. واحنا كان لنا دور كذلك في رفض كثير ممن اقترح، واللي احنا كنا نعتبرهم كيما سي محمد الناصر معناها ما همش حقيقة محايدين، ونظر احنا عندنا حق والآخرين هما المخطئين. كذلك رفضنا كل شخصية في الحكومة هذه عندها انتماء سياسي واضح. إذا بهذه المعايير، معايير تشجيع الأهداف اللي هما إسقاط الحكومة والجلوس في مكانها بدون أي إرادة شعبية، هذا اللي كان هدف المعارضة، هذا
طبعا فشل ذريع، وهما يقروا معناها بذلك. وأكبر دليل هو أنهم الآن داخلين بعضهم. علاش؟ لأنه الاتحاد اللي عملوه في الحقيقة هو اتحاد مش من أجل تونس، ولكن اتحاد ضد النهضة. وقت اللي النهضة خرجت بالحكومة من أجل عيون تونس، من أجل أنه تصير انتخابات حرة ونزيهة، من أجل إعطاء ضمانات إضافية للانتخابات، هكا تشوفوا كيفاش دخلوا بعضهم وداروا على بعضهم، لأنه اتحادهم كان مبني على النيغاسيون، على الرفض، على رفض متحدين ضد جهة. وقت اللي الجهة هذه قالت يا سيدي أنا هاني من أجل تونس، من أجل انتخابات انسحبت، الآن هكا تشوفوا المشاكل اللي صايرة بيناتهم، لأنه ماهيش اتحادات أو جبهات من أجل البناء، ولكن من أجل هدم، من أجل جهة معينة. كي الجهة هذه انسحبت هكا تشوفوا الوضع القائم بيناتهم. على كل حال إذا أنا أعتبر، وكيما التوانسة تقريبا الكل يعتبروا أن حركة النهضة كانت في مستوى سياسي أخلاقي عالي، ضحت من أجل مصلحة البلاد، من أجل إعطاء مزيد من الضمانات للأطراف الأخرى، وهذا يكتب لها ولا يحسب عليه. إذن من هذه الناحية نقدر نطمن الإخوة على أنه محصل هو في مصلحة تونس أولا، وكل شيء يكون في مصلحة تونس هو بالضرورة في مصلحة الحركة، لأنه مصلحتنا كحزب ومصلحة البلاد ما همش متضادين، بل بالعكس احنا نعتبر أنه مسألة الحرية ومسألة الديمقراطية إخواني مسألة من أصل الدين، خلافا لبعض إخواننا تفسيرهم للإسلام. احنا نعتبر أنه شرعية أي حاكم تستمد مناش في دين، في الخلفاء الراشدين تستمد من بيعة الناس به. احنا ما عندناش كنيسة اللي البابا فيها هو ممثل السماء في الأرض. في الإسلام ما عندناش من يمثل السماء في الأرض، من يمثل الإله في الأرض، سواء كان خليفة، سواء كان أمير مؤمنين، سواء كان سلطان. كل شرعية في شرعنا تمتد من بيعة الناس، من رضاء الناس بالحاكم. وإحنا نعتبر أن الانتخابات هي شكل من أشكال البيعة، فبالتالي إيماننا بالحرية، إيماننا معناها حق التوانسة ولا حق المواطنين باش يختاروا حاكمهم، احنا نعتبرها هذه من الدين، هذه من شرعنا. لأنه من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اختيار الخليفة ببيعة المسلمين له. وانتم تعرفوا في صلح الحديبية عندما الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة قبل الصلح، أخذ البيعة من النساء والرجال، من الرجال والنساء. فبالتالي احنا ما نستمد من قراءة للموقع الحرية في الحقيقة نستمد من تراثنا، نستمد من شرعنا، لأنه نعتبر أن الحرية مقوم أساسي في الشريعة الإسلامية. إذن إخواني احنا نعتبر أنه اللي يحصل فيه خير كبير للبلاد. احنا نعتبر أن الدستور هذايا كذلك يعتبر يضمن للتوانسة أقدار كبيرة من الحرية، وبالتالي هو لا يتنافى مع شرع الله. صحيح قد بعض الكلمات كان من المفروض أن تكون أحسن غيرها، ولكن هذا دستور الكل التوانسة وإحنا راضين على هذا الدستور. وصحيح في وقت من الأوقات الآن نلقى بعض خيالنا معناها يحكم على الدستور، لأنه في وقت من الأوقات كانت فيه بعض الفصول اللي ما كانتش متوازنة، ولكن هذا الأمر تصلح في الأخير، وكل البنود اللي كانت فيها اختلال في التوازن إخوانكم وبفضل باش نعطيه كذلك بفضل تحرك بعض الأئمة الأجلاء وقع تعديل بعض الفصول، تعديل جيد، تعديل خلاها أكثر توازن مما كانت عليه قبل. وفي النتيجة
دستورنا نقدر أن نفخر به جميعا، وما يلزمش يقنعونا زيد أو عمر على أنه هذا ماهوش دستور إسلامي ولا ماهوش دستور اللي يتوافق مع الشريعة. أنا أقول هذا كلام ماهوش صحيح. وعلى كل حال هناك الآن بعض المشايخ وبعض العلماء اللي من اتحاد علماء المسلمين اللي قاعدين يحضروا في بعض التفسيرات وبعض باش يطمئن كل التوانسة على أنه دستورهم يقدروا يفخروا به وما فيش أي إشكال. وإذا فما بعض ظلال هنا وهناك على بعض الفصول، على كل حال مثل ما قلت لكم فما من قعد الآن يحضر في كتابات باش المسألة هذه تكون مدروسة دراسة علمية، وباش ما يجيش شكون بكلمات هكذا يخلي التوانسة يشكوا هل احنا معناها وافقنا على دستور مخالف لشرع ربي وإلا هو يتناسق ويتماشى مع المفاهيم الحقيقية لشرع الله. إذن هذا إخواني ما حبيت أقوله في البداية. فما مسألة أخرى، هذه مسألة الأخت تكلمت منذ قليل على بعض ما حصل في وزارة الفلاحة، ولكن وزارة الفلاحة مش هي الوحيدة اللي كانت الحمد لله نتائجها جيدة. هناك كثير من الكلام وخاصة اللي كانت وسائل الإعلام تجيبهم من ما يسمى من خبراء، واللي في الحقيقة هم خبراء في حاجة واحدة، في أنهم يطيحوا المعنويات بتاع الشعب التونسي. لأنه وقت اللي يقولون أنه الحكومة هذه فلست البلاد ووصلت المديونية إلى 47%، وقت اللي هي كانت 44%، وربما مش توصل 49، وما مازالت ما وصلتش وقتها مش توصل 49%، وهذايا فيه معناها إشكال كبير. ولكن ولا واحد فيهم حاول يعمل لنا مقارنات بين ما هو حاصل عنا وبين ما هو حاصل في البلدان الشبيهة بتونس. طبعا عندما نحكي على المديونية ما نقدرش نقارنوا تونس بالجزائر اللي هي دولة بترولية ولا هي خلصت كل ديونها على الإطلاق، ولكن نقدر نقارنوا تونس بالمغرب، نقدر نقارنوا تونس بالأردن، هذوما بلدان كيفنا ما همش بلدان معناها عندهم ثروات بترولية كبيرة. نقدر نقارنوا تونس بالبرتغال، نقدر نقارنوا تونس بكل الدول الشبيهة اللي ما عندهاش ثروات طبيعية كبيرة واللي اقتصادها مبني على تصدير الثروات هذه. كي نجيو نشوفوا مثلا على مستوى المديونية نلقاو كما قلنا تونس 47%، صحيح كانت 44 والفارق مش كبير كما تشوفوا. نلقاو المغرب الشقيق 65%، ولا واحد قال المغرب أفلس لأنه وصل 65%. نلقاو الأردن مثلا المديونية بتاعه وصلت 86% من البي بي، ولا واحد قال الأردن أفلست لأنها وصلت المديونية بتاعها 86%. نلقاو معدل أوروبا بما فيها ألمانيا 77%. نلقاو إيطاليا اللي بجلتنا 128%. ما حكيناش على اليونان اللي جاوزت 133%، ودول اللي عندها صعوبات كبيرة برشا. احنا نقارنوا بدول اللي ما سمعناش عندها إشكال كبير وإلا هي على باب الإفلاس. ولكن كي نسمعوا الخبراء من غير ما نذكر الأسماء تعرفوهم، هذاك اللي كل شعره بالجال وغيره، فهمتني، تقول انه البلاد فلس. ولكن ولا واحد فيهم اعطانا مقارنات باش نشوفوا وفسر لنا علاش البلاد اللي عندها مديونيه 85% ما فلستش، والبلاد اللي عندها 47 قريب النص اشباهها نعتبرها معناها اون ديفيكولتي ونعتبرها بلاد فيها اشكال كبير. ما فمش كان المديونيه حكاوا على كل شيء، حكاوا على التشغيل. طبعا الناس تحكي على التشغيل وهذا طبيعي، واحنا نعرف ان ثورتنا المجيده قامت من جمله ما قامت عليه طبعا الظلم، طبعا الدكتاتوريه، ولكن قامت كذلك على استحقاق التشغيل. خلينا نقارن شويه كذلك في هذا المجال. هل الحكومه هذه قامت بواجبها؟ هل الحكومه هذه قدرت
تقدم شويه، لانه حتى حد ما كان قادر باش يحل مشكله التشغيل بشكل معناها سريع في سنتين. نجيو نشوفوا في عهد الاستقرار، في عهد بن علي اللي البعض للاسف يأسفوا عليه ويتحسروا عليه الان، نلقاو احسن عام على الاطلاق الاقتصاد التونسي. نقول الاقتصاد التونسي نقول معناها الخاص والعام، معناها الوظيفه العموميه والسيكتور بريفي يعني القطاع الخاص. نلقاو احسن سنه صار فيها تشغيل هي 2007. قداش الاقتصاد التونسي عمل مواطن شغل؟ الاقتصاد التونسي عمل 70,000 موطن شغل سنه 2007. هذا مش معدل نتاع سنوات، هذايا احسن سنه. خلينا نشوفوا الحكومه الفاشله اللي يسموها حكومه فاشله قداش عملت سنه 2012. 2013 حسب علمي مازال ما هبطتش الارقام، قد تكون هبطتش يا اللي مات انا ما عنديش علم، ولكن نعطيكم الارقام الثابته نتاع 2012. واذا طبعا جات الارقام نتاع 2013 نعطيها ما عندناش ايش نخبي على الاطلاق. سنه 2012 الاقتصاد التونسي اخواني عمل 132,000 موطن شغل. الاقتصاد التونسي بشكل عام. يقولوا انه الوظيفه العموميه خدمت اكثر من اللازم. ربما الوظيفه العموميه خدمت بالضبط 32,000، ولكن في 32,000 فما 9,000 واش هو تعويض للناس اللي خرجوا في الريتريت. دونك في الحقيقه الزياده هي ب 23,000. وقت اللي نعرفوا انه البلاد هذه خرجت من ثوره، والثوره هذه من مطالبها الاساسيه هي التشغيل، طبيعي ان الدوله تعطي المثال في التشغيل. طبيعي ان الدوله تنزل على روحها شويه وتشغل اكثر شويه من اللي كانت تشغله سابقا، هذا طبيعي. والانتقاد هذايا هو انتقاد في الحقيقه ماهوش عادل على الاطلاق. الصحيح دخلنا 23,000 اضافيين، ولكن احنا نعتبر انه هذا قرار جيد. علاش قرار جيد؟ لأن الدولة لازم تعطي المثال في مجال التشغيل. إذا معهد الإحصاء قال لنا 112,000 باش اللي يرجعوا لجوجل ويثبتوا من الأرقام يلقاوها. إذا 112,000 حتى ل 31 ديسمبر، ولكن فما 20,000 دخلوا هما على الكوتا نتاع في الوظيفة العمومية، على الكوتا نتاع 2012، ولكن دخلوا بعد 31 ديسمبر. ونعطيكم مثال وزارة الفلاحة كان المفروض تدخل 950 معناها بين مهندس وفني وإداري وغيرها، جاونا 52,000 ملف. وما كناش قادرين، إذا نحب نكون عادلين بين الناس، ما كناش قادرين باش ندخل هال 950 قبل لو 31 ديسمبر 2012. وما بدينا ندخل كان في فيفري ومارس وافريل، لأنه الملفات كانت عديدة وما كناش قادرين. فبالتالي ال 20,000 هي في الحقيقة كوتا نتاع 2012، الميزانية نتاعهم نتاع 2012، ولكن جانب منهم دخل في 2013. هذاك علاش 112,000 ديجا دخلوا قبل 31 ديسمبر و20,000 دخلوا بعد، ولكن هي الكوتا نتاع 2012 بالتالي تحسب على 2012، وبالتالي 2012 كان فيها 132,000 موطن شغل. كان قرناه بأحسن سنة، والمفروض ما نقارنوهاش بأحسن سنة، المفروض نقارنوها بمعدل السنوات بتاع بن علي، وكسعنا نلقاو أكثر بالدوبل. ولكن أنا ما عنديش الرقم بتاع المعدل، عندي الرقم بتاع أحسن سنة اللي هو 70,000 سنة 2007. إذا في هذا المجال كذلك، هذا المجال الصعيب، النتائج في الحقيقة عندما معناها نفسرها للشعب التونسي كانت نتائج مرضية، وأنا واحد من الناس نتائج نقدر نفخر بها، لأنه تقريبا ضعف أحسن سنة اللي هي 2007. إذا هذا على مستوى التشغيل. على مستوى يعني نسبة النمو، أنتم تعرفوا أهم رقم في الاقتصاد هي نسبة النمو، لأنه نسبة النمو هي اللي تخلي فما تشغيل ولا ما فماش، هي اللي تخلي فما الأمور ماشية لفوق ولا ماشية لتحت. أنتم تعرفوا وقت اللي خذينا الحكومة هذه لقينا الاقتصاد في نسبة نمو 2.2 تحت الصفر. يعني كان ماهوش سهل على الإطلاق أن نطلعوا البونت في اتجاه، نطلعوا الكورب، نطلعوا معناها الاقتصاد في اتجاه الصعود مش في اتجاه النزول.
وعملنا 3.6%. وقت اللي وبالمثال يتضح الحال كما يقال، كي نقارنوا نسبة النمو متاعنا بالأجواء مرة أخرى باش نعرفوا هل احنا تلميذ نجيب ولا تلميذ فاشل. انتم تعرفوا الساعة أنه الاقتصاد العالم ولا قرية، وتعرفوا أنه 80% من المبادلات التجارية متاعنا هي مع أوروبا، مع أوروبا الغربية عموما. والتنمية في البلدان هذه مش تنمية، نسبة النمو للأسف سلبية أو على مستوى الصفر. هذا اللي خلى كل الاقتصادات كيما اقتصادنا اللي يصدر لأوروبا، كيما الاقتصاد المغربي اللي يصدر كيفنا لأوروبا، تأثر بالأزمة الاقتصادية الموجودة في أوروبا. وبالتالي لو كان في أوروبا نسبة نمو ب3%، احنا ربما رانا حققنا 5 أو 6%. إذا قلت نقارنوا في المغرب الشقيق، في المغرب الشقيق نسبة النمو كانت 2.8%. علاش؟ لأنهم هما كذلك اقتصادهم مربوط بالاقتصاد الأوروبي. وقت اللي المصانع في أوروبا ما عادش تعمل سيارات كما كانت تعمل قبل، وقت اللي مستوى المعيشة يتدحرج شوية، وليكوموند معناها الطلبيات نتاع اللباس نتاع قطع الغيار نتاع غيرها ينقصوا، طبعا احنا نصدر أقل، وطبعا نسبة النمو نتاعنا تهبط. فاللي خلى اقتصادنا يكون احسن اقتصاد المغرب ماذا؟ هو الاستهلاك الداخلي. الاستهلاك الداخلي هو اللي يجبد النمو الفوق. علاش؟ لانه زدنا في الشهريات، وكي زياده في الشهريات خلت الناس تستهلك اكثر، وكي الاستهلاك الداخلي خلى نسبه النمو تطلع الفوق شويه. هذا اللي ما حصلش في المغرب الشقيق. تاثرنا كما تاثروا بالازمه الاوروبيه، هما الاستهلاك الداخلي كان اقل منا، بالتالي النمو نتاعهم كان اقل منا. احنا نسبه النمو نتاعنا طلعت شويه. علاش؟ لانه فما استهلاك داخلي جبد النمو الى فوق. وهذه مسائل علميه في الحقيقه معناها نقدر نناقشها، ولكن مساله حقيقيه. اذا نسبه النمو هذه نتاع 3.6% انا نقول نسبه جيده بحكم الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي تمس أوروبا منذ سنوات. أنا نقول إذا إخواني على مستوى النتائج إحنا قادرين. نرجع شوية للفلاحة على كل حال، لأنه التهم اللي قالوها لنا هي أنه ربما برمجتوا ميزانية كبيرة، ولكن على مستوى التنفيذ ما كانش التنفيذ على هذا المستوى. أنا عملت مقارنات بين 2009 2010 باش تكون كيفاش يقولوا كومباري كومبارابل، يقولوا الفرنسيس يعني يلزم قارن الشيء اللي يتقارن. عملت على مستوى البرمجه معدل سنتي 2009 2010، وعملت معدل سنتي 2012 2013، وخليت سنه 2011 شاهد في الوسط، لأن سنه ثوره وما نقدرش احنا إذا فيها أرقام جيدة ما نقدرش ننسبها لنا، وإذا فيها أرقام سيئة كذلك ما نلزمش ننسبها للنظام السابق. فعملت مقارنة 2009 2010 2012 2013، وخليت 2011 ما دخلتهاش في نعم. على مستوى وزارة الفلاحة، ولا أدعي أنه وزارة الفلاحة كانت أحسن من الوزارات الأخرى، ولكن بما أنها وزارة تنموية فحبيت نعطي مثال بوزارة الفلاحة. وكما قلت وزارة التجهيز كذلك أعطت أرقام مشرفة جدا على مستوى تعبيد الطرقات. عملت مقارنات حتى من بداية الاستقلال إلى 2012 وما بعد 2012 2013، وكانت النتائج جيدة، لأنه في هذا المجال كذلك في جهد كبير معناها يذكر فيشكر. إذا هذا على مستوى وطني، على مستوى كل الولايات. وعملت طبعا نفس الشيء بالنسبة إلى كل الولايات. قدامي هذه بن عروس لأن أنتم بن عروس، وعندي طبعا كل الولايات على الإطلاق معناها أرقام اللي طبعا قادرين أي واحد يقدر يثبت. الآن الكونتابيليتي بوبليك معلومة للجميع،
كل الناس تقدر تثبت إذا الأرقام هذه صحيحة ولا ما هيش صحيحة، لأنه الأرقام هذه ما هيش سرية، معلومة في عشرات الإدارات. قلت إذا نعطيكم بالنسبة للعام على مستوى المندوبيات الجهوية، لا هذه بتاع بن عروس، المندوبيات الجهوية على مستوى وطني. إذا على مستوى وطني نلقى نعطيكم الجملة ساعة، وكي نقول اعتمادات التنمية مانيش نحكي لا على الشهريات ولا على الليسونس ولا على المازوت، نحكي على المشاريع التنموية، خاطر ما فما ما يسمى تيتر 1 اللي هي المصاريف نتاع الإدارة نتاع شهريات الموظفين. طبعا هذيك ما ندخلهاش، احنا نحكي على ميزانية التنمية في وزارة الفلاحة. كي نقول ميزانية التنمية شو معناها؟ معناها آبار عميقة، معناها إيجاد مناطق صحوية، معناها مسالك فلاحية، معناها تنمية في كامل الجمهورية. إذا نعطي الأرقام الجملية ومن بعد نعطي بعض الأرقام اللي تهم دي سيكتور بيان سبيسيفيك. الاعتمادات الجملية سنة 2009 نلقاو 263 مليار فاصل 2، كنقول مليار يعني مليون دينار، 263 مليون دينار فاصل 6، بون التوانسه يقولوا مليار. 2010 318.9 318 مليار فاصل 9، معدل سنتي 2009 2010 هو 291 مليار فاصل 1. إذا هذا على مستوى البرمجة، هذا موقع برمجته. سنة 2011 نلقى 356 مليار فاصل 6، سنة 2012 532.7، 2013 352.7. وكما تلاحظوا احنا من البداية قلنا الطريقة اللي باش نعمل بها الميزانية قلنا جو اند ستوب. شو معناها؟ معناها السنة الأولى نعطيه جرعة كبيرة، ولكن نعرفوا انه على مستوى الهضم والاتصال للميزانية ماهوش باش يكون معناها كبير، خاصة الميزانية نتاع 2012 موقع المصادقة عليها كان في شهر ماي، بالتالي على مستوى التنفيذ في الميزانية هاكي ماهيش باش يكون كبير ياسر. فالسنة اللي بعدها عملنا برمجة أقل شوي، وهذه مش نعطيكم كذلك التنفيذ شنو حصل. إذا قلت معدل سنتي 2012 2013 هو 442.7، وكي نقارن معدل سنتي 2009 2010 291.1 مع 442.7 نلقى تطور 152%. إذا على مستوى البرمجة كان التطور 152%. هذا على مستوى ميزانية التنمية. مرة أخرى ما نغلطوش، مش داخل فيها لا شهريات ولا مازوت ولا كمبيوترات ولا طاول ولا كراسي. إذا هي فقط الميزانية. كيجيو نشوفوا في بعض المجالات الحيوية خاصة في المناطق الريفية نلقى الأرقام أكبر من هذا. نلقى الماء الصالح للشراب، أنتم تعرفوا خاصة في الولايات الداخلية للأسف المستويات نتاع وصول الماء للمناطق الريفية أقل بكثير من المعدل الوطني. إذا الماء الصالح للشراب نعطيكم المعدلات باش ما نكثرش عليكم بالأرقام. معدل سنتي 2009 2010 الماء الصالح للشراب 24 مليار، معدل سنتي 2012 2013 77 مليار. التطور بين سنتي 2012 2013 و9 10 325%. إذا هذا على مستوى الماء الصالح للشراب. على مستوى إحداث المناطق الصحوية، كنقول مناطق الصحوية يعني الآبار العميقة والمناطق الصحوية، إحداث مناطق صحوية المعدل بين سنتي 2009 2010 هو 70 مليار فاصل 3. المعدل بين سنتي 2012 2013 156.1 بتطور 222%. هذا دي معناه مستوى البرمجة. طب نرجع لكم بعد على مستوى التنفيذ.
والغابات والمحافظة على المياه والتربة. معدل سنتي 2009 2010 82 مليار فاصل 5. معدل سنتي 2012 2013 131 مليار، وبتطور 159%. إذن هذا على مستوى إخواني، على مستوى البرمجة نتاع الميزانية. الآن نمشي على مستوى التنفيذ. على مستوى التنفيذ معدل إنجازات سنتي 2009 2010 264 مليار فاصل 5. معدل إنجازات سنتي 2012 2013 401.3 بتطور، وهذه كما يقولوا سامبل كوانسيدونس، بتطور 152%. يعني كما التطور الاخر 152%، هذا كذلك 152%، ولكن ما عندهمش علاقات ببعضهم، هو فقط مجرد معناها تطابق في النسبة. إذا المقولة اللي تقول أنه الإدارة هذه ولا الحكومة هذه ما كانتش قادرة، عملت ميزانية عالية وما كانتش قادرة على تنفيذها، هذا كلام ماهوش صحيح، لأنه الواقع يكذبه تماما. لأنه على مستوى التنفيذ بنفس الإدارة بل بأقل إمكانيات. علاش أقل إمكانيات؟ لأنه في نابل مثلا حطوا 30 كرهبة لإدارة الفلاحة، صلحوا منهم البعض وعوضنا كان 4 سيارات، ورغم ذلك التنفيذ 152% على مستوى الجمهورية كاملة. إذا إخواني هذا في الحملة الانتخابية مش باش يكون هذا فقط، باش يكون كل ولاية قداش التنفيذ وقداش البرمجة وفين التنفيذ. المنطقة السقوية الفلانية، البير في ولاد كذا، شو اسمه المسلك الفلاحي بين كذا وكذا. إخواننا في المناطق باش يكون عندهم ملفات باش الناس اللي يتكلموا على فشل الحكومة هذه باش يكون عندهم أرقام مقنعة وأرقام يقدروا يفخروا بها، ومش يكون الناس اللي يقولوا ما رينا شيء يعطيهم الأدريس، يقولوا لهم هاو المنطقة السقوية في المكان الفلاني، وهاو البير في المكان الفلاني، وهاو المسلك الفلاحي بين واد كذا واد كذا. هذا الكل باش يكون في ملف، باش يكون في سكات، باش يكون على ذمة الإخوة في كل الأماكن، وماهوش باش يكون وزارة الفلاحة برك، باش يكون كذلك الوزارات الأخرى. فبالتالي باش تكون تتكلموا على الحكومة المنتخبة اللي انتخبها الشعب التونسي، وانتم ما كمش تظلوا كما يظلوا الآخرين بكلام فارغ بدون أرقام. باش تكون عندكم أرقام حقيقية تقنعوا بها الشعب التونسي. وإذا كان الشعب التونسي اقتنع على أنه هالحكومة متاعه هذه اللي انتخبها كانت فاشلة، من حقه باش يختار ناس أخرين، خلي يجرب ناس أخرين. احنا ما عندناش مشكلة على الإطلاق، هذيك هي الديمقراطية. ولكن إذا قنعنا الشعب التونسي على أنه احنا خدمناه خلافا للناس اللي يخدموا به، احنا كنا في خدمة شعبنا، واحنا عملنا كل جهدنا، وهدايا فالابل تقريبا لكل الوزارات. وبالتالي ما عندناش نخجل، احنا داخلين الحملة الانتخابية واحنا معنوياتنا مرتفعة. احنا عملنا ما علينا، حطينا البلاد على سكة الديمقراطية، معناها غلبنا المصلحة الوطنية على مصالحنا الشخصية. وبالتالي إخواني يزوكم تدخلوا للحملة الانتخابية بمعنويات مرتفعة، تدخلوا للحملة الانتخابية وانتم فخورين بالناس اللي بعثتوهم باش يمثلوكم على رأس الحكومة المنتخبة، وكذلك تدخلوا الانتخابات وانتم كذلك فخورين بالنواب اللي بعثتوهم باش يدافعوا على دستور يضمن لكل التوانسة الحرية. احنا لا مجال للرجوع الى دولة اللي ما يحترمش فيها كل المواطنين. انتم تتذكروا اكيد كيفاش كان المواطنين قبل اللي يحافظوا على دينهم، كيفاش كان يتجنبوا يمشيوا للمساجد، كيفاش كانوا معناها ملاحقين. وهذا طبعا أمر بالدستور هذا يضمن الحرية للجميع. ما عادش إمكانية باش تونسي يمشي في بلاده وراسه مطعطع
يمشي في بلاده وراسه مرفوع، وهذا مش فقط للمتدينين بل لكل التوانسه. احنا نضمن الحريه للجميع، واحنا نأسف لانه بعض اخواننا اللي للاسف كانوا معناها فقط تهمتهم انهم يمشيوا يصلوا الصبح في الجامع معناها جماعه، كانوا ياخذوهم ويلفقوا لهم اتهامات نتاع ارهابيين وغيرهم. احنا نأسف انه هالخيان هذوما هزوا سلاح في وجه الدوله، وهذا في حد ذاته خطأ كبير، خطأ فادح، لأنه تونس اللي نحب نبناها هي تونس للجميع. ما فيش مواطن تونسي واحد يبقى يقول أنا مواطن من درجة ثانية. هذا الدستور اللي يضمنه لكل التوانسة، واحنا للأسف الشديد بعض شباب تونس وقع التغرير بهم، هالدولة اللي رجعت لهم معناها المواطنة متاعهم كاملة للأسف معناها غرر بهم وهزوا سلاح ضد الدولة هذه. وإخواني سواء كان في دولة ديمقراطية ولا في دولة اللي إسلامية وإلا في أي دولة ديكتاتورية ديمقراطية تتحكم فيها الشريعة، أي واحد يهز سلاح في وجه الدولة من حق الدولة شرعا وقانونا ديمقراطية وبكل المفاهيم أن الدولة تقاومه بالسلاح. ولكن السلاح لازم يكون هو آخر بعد محاولة الإقناع. وانتم شفتوا كيفاش حاولنا نقنع الخيان هذا. تتذكروا الكاسات الشهيرة بتاع الشيخ اللي يقول لهم يا أولادي هذه بلادكم، نجموا تعملوا فيها مدارس، نجموا تقنعوا الناس، احنا تعرفونا نخالفهم في تفسيرنا للدين، ولكن رغم ذلك قلنا لهم من حقكم، ولكن لازم كذلك تعطيوا الحق هذا للآخرين باش يفسروا للتوانسة تفسير غير التفسير بتاعكم للدين. هم عندهم رؤية للدين معينة في دولة حرة كما في بريطانيا وفي غيرها. أي واحد ينجم مدام على مستوى الأفكار من حقه باش يقنع بالناس بالأفكار بتاعه، ولكن مش من حقه باش يمنع الآخرين هم كذلك باش ياخذوا الكلمة ويعطيوا مفهومهم للدين. إذا للأسف الشديد الإشكال هذا هو اللي عمل بلة كبيرة في البلاد، ولكن احنا ولله الحمد أحسب أن على حق في أنه كل اللي يخرج على المجتمع التونسي ويفرض على المجتمع التونسي معناها مفاهيم بالقوة ليس من حقه ومن حق الدولة أن تحمي المجتمع، وهذا اللي يحصل. إذا لا الاتهامات اللي تقول فما تساهل مع الناس هذا ما حصلش تساهل مع الناس اللي هز سلاح، ما كانش فيه تساهل، ولكن كذلك ما كانش فيه متابعة للانتماء، لأنه لا سبيل في دولة ديمقراطية سواء هنا ولا في أي دولة ديمقراطية أن يقع مسك الناس بدون ذنب، مسك الناس لأنهم ينتميوا إلى مجموعة معينة، هذا لا سبيل إليه في دولة ديمقراطية. وهكذا نشوفوا حتى الناس هذا اللي يتبجحوا أنهم الدستور هذا مش إسلامي وكذا، ما وقعش اعتقالهم ما دامهم ما خرجوش على القانون، ما دامهم ما عملوش أعمال عنيفة ضد المجتمع، وهذا شيمة كل الدول الديمقراطية. وإحنا مش لأنهم هم غلطوا إحنا مش نغلط كيفهم، إحنا باش نحاول نكون عادلين مع كل التوانسة، لا سبيل للتساهل مع الناس اللي يرفعوا السلاح واللي يفرضوا على المسلمين واللي يفرضوا على الناس مفهوم معين، ولكن في نفس الوقت لا سبيل إلى أن ناخذ الناس هذوما بدون أي ذنب، فقط أنهم يتكلموا. عندما يتكلموا احنا نقنع الناس ونحاول بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن وقت اللي يرفعوا السلاح عند ذلك من حق الدولة أن كذلك تقاومهم بالسلاح. هذا إخواني المعذرة على الإطالة، الأخت بعثت لي منذ قليل انتهى الوقت، فأنا طبعا ننتظر إذا عندكم أسئلة ربما تكون أفيد، يعني أنا تكلمت بشكل عام وقد تكون اهتماماتكم ومشاغلكم في غير الشيء اللي تكلمت فيه، فتكون فرصة باش تسألوا السؤالات اللي تحيرتوا. وشكرا. شكرا الأخ محمد بن سالم المعلومات القيمة، وشكرا للالتزام بالوقت. مشكور. توا نفتحوا راحة ناخذوا فيها البوز نتاعنا، وباش يتم جمع الأسئلة من الإخوة، معناتها اللي ما كتبش السؤال نتاعو يسرع شوية ويكتبوا الإخوة باش يلموا الأسئلة نتاعهم. شكرا.